وجهت الفنانة المصرية علا غانم نداء استغاثة لانتصار عامر زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللمركز القومي لحقوق المرأة بسبب تعرضها للعنف المنزلي ومؤامرة ضدها بحسب تعبيرها. وكتبت علا غانم عبر حسابها في انستغرام استغاثة للسيد حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة الدكتورة مايا مرسي. وقالت فيها: أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي، أتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل، أغيثوني. ولم يكشف حساب النجمة المصرية عن أي تفاصيل حول الاستغاثة أو من يطرد الفنانة من منزلها. وحاول العديد من الصحفيين التواصل معها دون التواصل لإجابة. وأكد أعضاء نقابة المهن التمثيلية منهم الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم عدم معرفتهم بأي تفاصيل حول ما يحدث مع الفنانة علا غانم أو حقيقة ما تم تداوله أو من عدمه. من ناحية أخرى، كشف مصدر مقرب من تصريحات صحفية أن الفنانة علا غانم تتواجد في القاهرة بالفترة الحالية وتعرضت لمشاكل أسرية خلال الفترة الماضية دون الكشف عن أي تفاصيل حول هذه المشاكل.